محمود بنتايك يبلغ الزمالك بفسخ التعاقد من طرف واحد بعد عدم الحصول على مستحقاته. ومحمود بنتايك يصبح ثالث لاعب اجنبي يفسخ عقده مع الزمالك بعد صلاح مصدق وعادل حميد معالي. والزمالك رسميا خلاص في طريق الافلاس، او الزمالك اوريدي فلس اصلا. الزمالك ما فيهوش جنيه دلوقتي. الوضع خلاص بقى صعب. انت الكلام مش على الثلاث لعيبه دول بس، كلام كمان على اخوان الفينا وشيكو بانزا كمان. لسه الجزيره مفيش كلام واضح قوي، ولكن الكلام على اللعيبه دي ان هم خلاص بيفكروا يمشوا وخلاص. القصه بتنتهي يعني مع الفرقه دي. اللعبه دي حقها طبعا. اللعبه دي اجانب، عشان بلد مش بلدها، عشان تصبر، عشان كل الكلام ده ما بتاخدش مستحقاتها. اللعبه دي حقها طبعا، ومفيش اي حاجه غلط عليهم. اللعبه دي حقها. اللعبه دي مش منطقي انك تكون بتلعب في نادي كبير اسمه نادي كبير جماهيريا وكل حاجه، ومن اكبر فرق القاره ومش عارف تاخد فيه فلوسك. فانت طبيعي طبعا هتعمل حاجه زي دي. ده مش عيب ولا غريب، ده حقك. وهتلاقي لعيبه مصريه طالعه الفتره الجايه دي عايزه مستحقاتها وبتتكلم عن مستحقاتها، واحنا ما بناخدش جنيه وما بناخدش جنيه. ولكن الكلام ده جه منين؟ الكلام ده اولا جه من ساعه سحب الارض من الزمالك. سحب الارض من الزمالك دي الزمالك كان عامل حسابه على التزامات معينه، في فلوس داخله من الارض معينه، هتسد دي هتسد دي، والدنيا ماشيه كويس. والارض دي بجد كانت طوق النجاه للزمالك. الزمالك بيعاني بقاله فتره مشاكل ماديه كبيره. مجلس الاداره الفاشل ده عمره ما حل اي حاجه، ما حلش اي حاجه. احنا بدانا الارض وخلاص بدات تخش فلوس والدنيا كانت هديت، الدنيا بقت احسن. مجلس الاداره الفاشل كالعاده ولا ليه اي علاقه بها. احنا تمام الارض وان شاء الله خير وفلوس وبتخش مش عارف. لكن مجلس الاداره فاشل فاشل فاشل. انت فين من ساعه سحب الارض؟ والله بجد عشان عايز اعرف انت فين. يعني انت فين غير ان انت تطلع تقعد تعيط كل فتره؟ لا والله العظيم خير وممكن المجلس يا عم تستقيل. يا عم تستقيل والله العظيم ما حدش ماسك فيك. ما هو دي المشكله، ما حدش ماسك فيك. ما تستقيل. انت اصلا مركب غرقت. انت هتضيف ايه؟ والله بجد مش عايز انت هتضيف ايه؟ انت خلاص. انت فشلت النادي. النادي خلاص فشل في كل حاجه، سواء العاب صالات، سواء كوره، سواء فلوس، سواء النادي فشل. نادي فلس. انت مفيش اسوأ من كده مجلس عدى على على نادي الزمالك ده ولا هيعدي. انت مجلس فاشل، وقت خلص وخلاص فاشل. ونيجي بقى لموضوع سحب الارض. سحب الارض اتسحب. انا عايز اعرف حاجه. انت الكلام طالع بيقول لك ان سحب الارض ده مش قانوني، وازاي كان ماشي في اجراءات صح تبع الدوله وها وكل الكلام ده. طب انت طالما الكلام ده صح، ليه الارض ما رجعتش لحد دلوقتي؟ انا ما اعرفش تاخير ليه. طب انت الكلام اللي طالع ليه الزمالك ممكن يتعوض بارض تانية؟ ده ازاي؟ يعني انا عايز اعرف، لو انا اجراءات صح ليه الارض ما ترجعليش؟ ليه الزمالك يتعوض بارض تانية؟ لو انا اجراءات صح. لو انت اجراءاتك مش صح اسحب الارض خالص. لكن لو انت الاجراءات صح، ليه فكره اصلا الزمالك يتعوض بارض تانية ده في محل نقاش؟ لا انا عايز الارض بتاع الزمالك وخلاص. افرض محل نقاش يعني مين اللي هيقعد الزمالك على السيزون ده، والفلوس اللي هتبقى قضايا دي وكل الكلام ده، كل الكلام ده طبعا بسبب سحب الارض. فانا والله مش عارف اخرتها ايه. فلو عجبتك الحلقه ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا سلام.